السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم تاني بوصفة السويس رول عشان خاطر وقدوم رأس السنة، وطبعا أي بيت بيحب يحتفل احنا هنعمل السويس رول بطريقة سهلة جدا. والمقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله: 1.5 كوباية دقيق، 3/4 كوباية سكر اللي هو الخشن العادي بتاعنا، 1 معلقة كبيرة محسن، رشة ملح البركة، باكو بيكنج باودر، باكو فانيليا، ربع كوبايه ميه. وهنبدا الوصفه على بركه بتاعنا، وهننزل بيه تدريجيا، مش هننزل بيه كده نكسر البيض كله مره واحده، هنكسره في طبق جانبي كده عشان خاطر لو في لا قدر الله اي بيضه فاسده ولا حاجه ما تبوظليش ال5 بيضات بتوعي. وادي البيضه الثالثه اهي، بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بننزل بالسكر اهو، يبقى هنا البيض والسكر، رشة الملح البركة، بعد كده ده معلقة المحسن مع ربع كوباية المية. هننزل بالمية كده على المحسن بتاعنا بسم الله، وهنديله تقليبة. المحسن ده محسن جل، هننزل بالمحسن بتاعنا اهو، هنضرب سرعة واطية لمدة دقيقة، وبعد كده هنسرع الميكسر. فتين القمر كده، ونزلنا بالفانيليا بتاعتنا. بعد كده البيكنج باودر والدقيق هينزلوا مع بعض. الدقيق بتاعنا خاصة لو بنعمل كيكة او بنعمل سويس رول او بنعمل تورته لازم ننخله كده بالطريقة دي، والبيكنج باودر يروح نازل معاه كده. اللي ما عملش اشتراك استسمحه يشترك، ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد، وان شاء الله الوصفة هتعجب حضراتكم. الخطوة دي مهمة جدا. كده الدقيق اصبح جاهز كده يا حضرات. البيض والسكر والمحسن اول ما نيجي نرفعه كده ما يسيلش ويعمل معانا منقار كده السرعه كده، وننزل بالدقيق بالراحه كده اهو اهو، بالراحه خالص بسم الله. خلي بالك ما ننزلش مره واحده عشان ما تهبطش مننا. وكده اصبحت السويس رول جاهز معانا بسم الله ما شاء الله. هنبتدي نحطه في الصاج بتاعه اهو. بصوا القوام عامل ازاي. وجبنا الصاج بتاع الفرن بتاعنا وحطينا ورق الزبده من تحت كده بسم الله، وبنبتدي نفرد بالطريقه الجميله دي اهو اهو. ما شاء الله الكميه حلوه معانا قوي قوي اهو. زي ما حضراتكم شايفين انتهينا من التشكيل بتاعه. هيخش الفرن على درجه حراره 200، هيقعد حوالي 15 دقيقه، وننتظر مع بعض السوا بتاعه. زي ما حضراتكم شايفين طلع السويس رول من الفرن بالطريقه الجميله. بص الطريان بتاعه عامل ازاي، واللون بتاعه ذهبي. واول ما يبرد ان شاء الله هنخرجه من الصاج وهنعرضه قدام حضراتكم عشان تشوفوا النتائج كامله على بركه الله. زي ما فردنا الابيض ده الشوكولاته اهو. هيدخل الفرن على 200 لمده 14 دقيقه، ونسوي الشوكولاته معانا. على حمام ميه برضو مع التقليب. زي ما حضراتكم شايفين السويس رول عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، حاجه زي القمر. ادي السويس رول الشوكولاته، وادي الابيض، ودي كريمه الزبده بتاعتي عملناها 4 ابيض بيض ضربناهم مع كوبايه سكر، ونزلنا عليهم بنص كيلو زبده بعد ما طلع مريج اداني الكريمه دي. ولو عايزين كريمه الكاستر مفيش مشكله، كريم شانتيه مفيش مشكله. طبنجات اللي معانا النهارده، معانا صوص فراوله، ومعانا صوص كراميل، ومعايا صوص شوكولاته، وعندي شوكولاته التجليس، وهبتدي اشكله قدام حضراتكم. ادي السويس رول الابيض، بنعمل له بطانه كده من تحت، بنديله الصوص الفراوله الجميل زي ما حضراتكم شايفين عشان يديني الشكل الجمالي وانا بلفه. موضوع سهل جدا،
ومش صعب خالص، بس احنا نمشي ورا الخطوات ونفرح اولادنا ونفرح بعضينا بالحاجات الجميلة دي. وهناخد شوية كده من كريمة الزبدة، وممكن الكريمة دي نستبدلها بأي حاجة، ما عنديش مشكلة اهو. شوية بقى صوص فراولة بساط كده على كريمة الزبدة بتاعتي، بتديني بقى الكريمة مطعمة بحشو الفراولة والزبدة، بتبقى حاجة أطعم من الشغل المحلات، ونلفه مع بعض بالطريقة الجميلة دي. أي حشو عايزين نحطه، مش عايزين مفيش مشكلة، بنيجي نروح قافلين دي كده زي ما حضرتك شايفة اهو اهو، ونشد ونقفل، نعمله رول بالشكل اللي هتشوفوه كده اهو. وبنقفله من هنا كده، وبنقفله من هنا، وبنحطه في الفريزر بتاعنا لمدة 4 ساعات، او نحطه في التبريد لمدة 8 ساعات، وهنبتدي نشكله مع بعض اهو. زي ما حضرتك شايفة بنلف كده اهو، كل ما نلف ندوس نضغط 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 لما نعمله كده زي ايه، زي العمود كده اهو. سويسرول القمر معايا اهو، هنحطه في التلاجة او في الفريزر لمدة 4 ساعات، ونشكله مع بعض على بركة الله. وده حضراتكم الديكورات اللي معانا النهارده. معانا صوص فراوله، ومعانا صوص كراميل، معانا فراوله فريش، معانا توت بلوبيري، معانا بندق فستق، وده للديكور بتاعنا وده اختياري. ومعايا الصوص الشوكولاته البيضاء اللي انا هشتغل بيه. وجلسنا طبعا السويسرول زي ما حضراتكم كده شايفين بسم الله، والديكورات زي الفل. وهننزل عليه بصوص الشوكولاته كده على طول بسم الله. حبيبي يا رسول الله اهو اهو. ننزل بصوص الفراولة كده على الشوكولاتة، اديني الشكل الجميل ده اهو. نيجي طبعا بالكريمة من فوق عشان نثبت عليها الفراولة اهو اهو. ونرص الفراولة بتاعتنا على قد القطع، يعني احدد انا هقطع العبود بتاعي كام قطعة، وابتدي احدد الفراولة بتاعتي عشان اقدر احدد الكميات. بعد كده هننزل بقى بالتوت. كان الشيف منصور بيحلي الحلو، شوية فستق بقى من فوق عشان خاطر اللوحة الجميلة تكتمل. الشوكولاتة اهو، وبعد ما انتهينا بالتجليس، عارفين الشوكولاته بتعشق صوص الكراميل، نزلنا بصوص الكراميل اهو كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ما بخلناش عليكم بحضراتكم باي حاجه اهو. طبعا بنجيب بقى الجناش بتاعنا الجميل، وبنمشي على وش السويسرول اهو. البندق نحدد ونبتدي نرص البندق بتاعنا اهو بالطريقه الجميله دي. بين البندق كده هندي الفستق، فستقنا الجميل زي ما حضرتك شايفه كده. شويه المذهب الجميل بقى كده بتاعنا اهو اهو كده. انتهينا من تشكيل السويسرول. هنسيبه يسقع برضه في التلاجة لمده نص ساعه. بنكمل اول ما شد معانا، بنكمل الديكور الجميل كده اهو. هاجي اقطع بقى، ابتدي اسوي الحرف كده اهو. وزي ما حضراتكم شايفين انتهينا من وصفة السويسرول، عملناه بكل تفاصيله. وزي ما حضراتكم شايفين، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك، ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في رعاية الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.